السلام عليكم. من 7 سنين تقريبا طلب مني ان انا انفذ السيستم ده هيشتغل على حوالي 20 مركز مختلف داخل دولة الامارات. وكان مطلوب مني ان انا انفذ السيستم دوت، وبالاضافة الى ان انا اقوم بعمليات الصيانة ليه، سواء ابديتس سواء اضافة فيتشرز جديدة في اوقات مختلفة. فكان عملية الاوبريشن هو كان سيستم اون بروميس، ما كانش هنقدر نحطه على سيرفرات كلاود او سيرفر في داتا سنتر، لا هو كان سيرفرات بداخل كل مركز بشكل منفصل. ده كان جزء من الريكويرمنتس بتاعي. فكان بالنسبة لي بتقابلني مشكلة كبيرة لو عدد المراكز او الشركات اللي هتستخدم السيستم ده، ازاي ادير العملية فيها تبقى اوتوميشن شوية، ما تبقاش مانيوال ان انا لازم اخش على كل سيرفر اعمل له ابديت، او حتى ان الابديتس البسيطه زي البي اتش بي ارتيزن مايجريت، او ان انا اعمل كومبوزر ابديت، او الحاجات البسيطه دي. فكان مفترض في الوضع المانيوال الطبيعي ان انا هفتح كل سيرفر، وبالكوماند لاين ان انا هبتدي اكسكيوت الكوماندز دي عشان اعمل ابديتس للسيستم، غير ان انا هسحب اخر ابديت للسورس كود من على جيت لاب او جيت هاب، وبعدها بنمايجريت الداتابيس. فطبعا 20 سيرفر هعمل عليهم العملية دي بشكل متكرر كان هياخد مني وقت ومجهود كتير. فكان حاولت ابحث عن بعض الحلول، فكان من ضمن الحلول اللي موجودة هو اللارافيل انفوي. حقيقة ما نفذتوش باللارافيل انفوي، بس كان من ضمن الحلول المتاحة بالنسبة لي لارافيل انفوي، ومن ساعتها اتعرفت على لارافيل انفوي. فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن لارافيل انفوي هي ايه، وازاي نستخدمها في المشاريع بتاعتنا. لارافيل انفوي هي بالمختصر هي عبارة عن تول باكج بتنزل بنسطبها على لارافيل، بتخلينا ان احنا نكسكيوت كوماندز على ريموت سيرفرات موجودة في مكان تاني. بنكتب فيها الاكواد في ملف بليد فايل بس. فده كل مختصر مفيد عن اللارافيل انفوي. وعايز اقول انه في برودكت منفصل لللارافيل، هو البرودكت ده بيد، الناس بتستخدمه. هو تقريبا انا على ما اعتقد يعني او اتوقع انه هو معتمد على لارافيل انفوي. وتقريبا انا حضرت التوتوريال دي من بعض الفيديوهات اللي عرضها تايلور اتويل عن اللارافيل انفوير. ده الويب سايت بتاع الانفوير، وهي احد المنتجات التابعة للارافيل. وبيشتهر بمقولة ان هو الزيرو داون تايم بي اتش بي ديبلويمنت، انه بيعمل ديبلويمنت للسكريبت اللارافيل في من غير ما يحصل فكرة انه الويب سايت ينزل داون الوقت من الاوقات. تمام. وفي اكتر من باكج عندهم الناس تقدر تشترك فيه. انا جاي اعرض ان احنا ممكن ازاي نعمل جزء زي البرودكت ده من اللارافيل انفوي، بديل لللارافيل انفوير، البرودكت بتاع اللارافيل نفسها. فسريعا خلينا نشوف دوكيومنتيشن، نبدا بدوكيومنتيشن، بعد كده ننتقل لفكره عرض الكود اللي تم، وممكن كمان ان شاء الله يبقى في اكزامبل حي قدامنا. مبدئيا اللارافيل انفوي بيقول لك ان هو تول بيكسكيوت الكوماند تاسكس you run on your remote server. هو بينفذ هي تول بتنفذ الكوماند تاسك او المهام الشائعة على السيرفر البعيد بتاعك او السيرفر الموجود في مكان تاني، باستخدام البليد ستايل سانتكس، باستخدام البليد. وخلينا بس هو بيوضح معلومة مهمة، انه هو بيسبورت الماك واللينكس، بس عشان يسبورت الويندوز لازم يبقى من خلال ال WSL اللي هي ويندوز سب سيستم لينكس. تمام. فدي الفكرة، عشان احنا النهاردة الديمو بتاعنا كله هيبقى ان شاء الله موجود على لينكس، فانا هي ما جربتوش على ويندوز، بس عشان تجربه على ويندوز لازم تعمل سيت اب ال WSL. ال WSL اللي في الغالب بيخليك يمكنك انك تسطب الاوبنتو جنب الويندوز بشكل بسيط. شكل سريع قال لك انت عشان تعمل انستوليشن للانفوي عندك، زي ما احنا متعودين كومبوزر ريكواير لارافيل انفوي، وبنخليها ان هو ينزل من ضمن الديبندنسي بتاعت الديف عشان ما يتسطبش على الديبندنسي اللي بتنزل على السيرفر نفسه. تمام. ازاي بيترن الامر؟ هو ببساطه زي البيست بالظبط، او البي اتش بي يونت لما بنرنها من الفيندور سلاش باين هنقول له انفوي، وبعد كده هنمرر ليها اسم التاسك او اي متغيرات تانية احنا
محتاجينها. تمام. فخلينا سريعا. قال لك انا عندي في الاساسي ان احنا بنبتدي نعرف السيرفر، بنقدر نعرف سيرفر واحد او اكتر من سيرفر، وده برضه هنشوفه من ضمن الدوكيومنتيشن من خلال الاتريبيوتس او تقريبا اتريبيوتس اللي هو اسمه سيرفر. بنديله array بيبقى بنعرف اسم السيرفر الاولاني او الجروب اوف سيرفر، لان هو انا مش هو موضح ان هو سيرفر، بس هو جروب اوف سيرفر ان احنا نقدر نمرر اكتر من اي بي. اوكي. وهنا اكتر من جروب اوف سيرفر. طب دي بنستخدمه في ايه؟ قال عشان تعرف اي تاسك عندنا لازم تعرفها بالشكل ده. هتبقى add task، تدي لها اسم وتوضح هي بترن على انهي سيرفر. هترن على الوركرز يبقى هترن على السيرفر ده. وبعد كده هنبتدي نحط الاوامر اللي بنكتبها في الكوماند لاين. الاوامر اللي بنكتبها في الكوماند لاين. تمام. خلينا هنا اوضح بعد كده. قال لك انت لو عايز ترن الامر على اللوكال هوست عندك، هتقول له لوكال هوست وتدي له الاي بي بتاع اللوكال هوست. قال لك عايز تعمل امبورتنج لانفوي تاسك، ودي حاجه انا استخدمتها هنلاقيها معانا في الديمو بشكل كبير. احنا بنيجي نعمل امبورت الفايل بالشكل ده. ليه؟ لان هو مفترض ان الاكسكيوشن كله بيتم جوه الملف اللي اسمه envoy.plate.php. انا بناء عليه عشان ابسط الملف، لانه اغلب الشروحات اللي هتلاقيها موجوده هم عاملينها في ملف واحد كبير فيه كل حاجه. فانا استفدت من فكره الامبورت، وانا ابتديت عملت فولدر وفيه ملفات فرعيه. قال لك هنا عايز تعمل مالتيبل سيرفر، انك هتكسكيوت على مالتيبل سيرفر. قال لك في مثلا وليكن التاسك اسمها ديبلوي، عايز ترنه على الويب 1 والويب 2، فيرن على الويب 1 والويب 2. وبأكد لو هنا ده جروب اوف سيرفر هيرن على كل جروب اوف سيرفر لو قلت له ويب 1 بس. ففكره انه اون بتدي له، بتمرر له، تعمل له بتاساين الفاليوز بتاعته للجروبس اللي هيترن عليها الكوماند لاين التاليه. اوكي. لو سيبها فاضيه في الغالب هترن على كل السيرفرات او كل الجروبس اللي موجوده عندنا. قال لك عندي في حاجه اسمها parallel execution. البارالل اكسكيوشن ده بيخليك انك انت هترن الاثنين في نفس الوقت. حقيقي ما جربتهاش في الديمو بتاعي، لان انا استخدمت اكتر فكره عشان تبقى دايناميك معايا واقدر اضيف الاي ما عدلش في الكود بتاع الانفوي كتير، فانا خليت الجزئيه دي دايناميك. فانا اضطريت استخدم جروب اوف سيرفر واحد بس، او سيرفرز، جروب واحد من السيرفرات. ابتدى يعرف معانا ان احنا لو محتاجين نعرف بعض المتغيرات في بدايه الاكسكيوشن بتاع السكريبت بتاعتنا. فقال لك انت ممكن تستخدمها ما بين الاثنين الاليمنتس اللي هم او الدايركتيف اللي اسمهم سيت اب. اوكي. برضو ممكن تستخدم انكلود عشان تعمل انكلود للفايل، ودي برضو احنا استخدمناها في الديمو بتاعتنا وهنشوفها ان شاء الله. طيب بخصوص المتغيرات، عشان نمرر المتغيرات من الكوماند لاين عندنا اللي هيرن التاسك بتاعتنا او هيرن الستوريز بتاعتنا، احنا ممكن هنسمي المتغير بتاعنا داش داش اسم المتغير والفاليو. يبقى الكلمة البرانش دي الكي والمصدر اللي هي الفاليو. بنقدر نستقبلها ازاي؟ لو نزلنا في الكود تحت هنلاقي هو استلمها انها برانش. البرانش بالنسبة لنا هنا بتعوض بقيمة المصدر. دي بنستفاد بيها ايه؟ نقدر نمرر متغيرات من خلال الكوماند لاين. يجي بعد كده هنا اتكلم عن الستوريز خلينا نقول هي بلوك اوف تاسكس، هو مجموعة من التاسكس اللي محطوطة في بلوك واحد بتتنفذ بشكل متتالي او متتابع. التاسك الاولى بتخلص بينادي على التاسك الثاني زي ما ورينا هنا. حط ستوري اسمها ديبلوي. اوكي. قال لك الاولى هتسمى ابديت كود، الثانيه انستول ديبندنسيز. اوكي. فروحنا لقينا هنا ابديت كود هي تاسك منفصله وبتعمل الاوامر دي، والتاسك التانية اللي هي install dependencies هتلاقيها هنا. بالتالي يبقى هنروح هنا لما نيجي ننادي على الانفوي هنقول انفوي مسافة deploy. طبعا ما عنديش متغيرات فمش هننادي على متغيرات، فلما نقول عليها deploy على طول هتخش على الديبلوي، هتبتدي تكسكيوت اول تاسك اللي هي دي على السيرفر اللي هو ده. لاحظ السيرفرات هنا لازم نمررها باسم اليوزر بتاع السيرفر at الاي بي بتاع السيرفر. هنا وضح الطريقة بالظبط PHP vendor/bin/envoy مسافة run مسافة deploy. اخر حاجة اتكلم ان احنا عندنا مجموعة من الهوكس، هما 5 هوكس اللي هي before و after
ودول بيتنفذوا قبل وبعد كل تاسك. ايرور والسكسس والفينيشن هم الاكثر استخداما والاقرب استخداما، انا جربت الثلاثه استخدمتهم كهوكس. تمام. هنا ابتدى يشرح ازاي بنستخدم. قال لك بالدايركتيف اللي اسمه بيفور بتحط الكود بتاعك، بتقول له ممكن يرن على التاسك الفلانيه. تمام، اسم التاسك اللي احنا مستخدمينها بالفعل معانا. وكذلك في الافتر، وكذلك في الايرور، وكذلك في السكسس. الفينش بس قال لك انت ممكن عندك متغير هيبقى اسمه الاكزيكيوت. الاكزيكيوت ده لو اكبر من صفر ممكن ترن عليه الاوامر دي. قال لك الاكزيكيوت في الغالب ممكن تبقى نل او هتبقى انتجر اكبر من الصفر. لو في ايرور هيبقى الاكزيكيوت اكبر من الصفر. عشان نرن التاسك او نرن الستوريز الاتنين بنفس الطريقه. اوكي، هنكتب رن وفي الاخر هي ديبلوي. ديبلوي دي سواء ستوري او تاسك هيرن الامر على طول. في حاجه اخيره عندنا الكونفirmation بتاعت التاسك نفسها. بنكتب ايه؟ نكتب confirm بتساوي عندنا true. بتعمل ايه الكونفيرم ديت؟ اللي انت بترن الامر وليكن الانفوي ران ديبلوي، انت عايزه قبل ما يرن التاسك دي هيقول له هل انت متاكد كذا 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 على التيرمينال، هيقول له يس، هيرن بعدها. ممكن ما نحتاجهاش او في الافكار اللي احنا هننفذها في الديمو بتاعنا. بعد كده النوتيفيكيشن، اوضح لك انك تقدر تعمل نوتيفيكيشن، وانا هدي ان شاء الله مثال على سلاك. قال لك النوتيفيكيشن انت ممكن على سلاك بعد ما الديبلوي يخلص سواء بقى في ايرور او حصل سكسس ليه، يبعت لك نوتيفيكيشن على سلاك يقول لك تم الديبلوي تم بنجاح مثلا. حاجه اخيره، هو هنا قال لك السلاك وقال لك الديسكورد، تليجرام، مايكروسوفت تيم الخ. تمام، هم دولت التشانلز اللي متاحين حاليا على النوتيفيكيشن. بس فخلينا سريعا نروح للديمو الخاص باللارافيل انفوي.